الشيء بالشيء يذكر. الله يرحم سيد هاشم الحطاب أحد مراجع التقليد، الآن مدفون في حرم أمير المؤمنين. بزمن سيد هاشم الحطاب اجى تاجر من اليمن دخل إلى النجف الأشرف. التاجر من النجف قرر يروح للحج، هذاك الوقت كان الحج على البعران تكرمون، من النجف لمكة للحجاز 3 أشهر روحه ورد السفر يصير هو ومراسم الحج. هذا التاجر اليمني جامع الثروة مالته ذهب ومجوهرات وفلوس، تاجر ثقيل، حاطهن بجنطة وراد يروح للحج. شاف مذني ثقال وأخاف يروح عنه، قبل الوادم على فطرته واحد يأمن بالثاني وواحد يثق بالثاني، ارتأى أن يأمنهن يوم واحد مجاور علي بن أبي طالب، لأن ما معقولة هذا مو خوش آدمي ويقعد يم أمير المؤمنين، أكيد لازم خوش آدمي وساكن يم علي بن أبي طالب. فاجى سأل عن تاجر خير مؤمن، ما إيه؟ قالوا له والله حج فلان هذا. اجى يم حج فلان، سلام، قال عليكم السلام. قال حجي، قال ها، قال أنا بدي أطلع حج بيت الله. قال يلا يتقبل. قال له عندي هاي العليلية قولتها هنا هاي الجنطة، بلكي تضمها عندك أمنها بين ما أروح للحج وأرجع. الحج هم لا قال ليش بيها ما بيها، قال جيب عمي ذبح جوا الميز. راح صاحبنا هذا رفيجنا يوم 2 3 ما فتح العلاقة، ذاك اليوم اجى قال خله افتحها شوف هذا اليمني ايش ذبح عندي ومشي. فتحها لقى ذهب ولقى مجوهرات ولقى فلوس ولقى دنيا. إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، يلهث ورا الدنيا، يركض، شديد الحرص على الدنيا. صاحبنا خلص حج ورجع ورا 3 أشهر، دخل على هذا التاجر، سلام عليكم السلام. قال عماني حجيت ودعيت لك. قال له حج مبرور وذنب مغفور. قال له بلكي القونية ماتي. قال له عمي يا قونية ماتك. قال له عمي الجنطة فليساتي. قال له عمي يا فليساتك يا جنطة شنو خبل. قال عمي قبل 3 أشهر أمنتهن عندك. قال له عندي. قال له عمي أنت مشتبه، أنت ما تدري. قال والله فلوسي عندك. قال يا أبا لا تحلف، روح تسوي جاي من بيت الله. أنكر عليه أمانته. ايش صار بالزل مختنق، وين يروح؟ يجي يم قبر أمير المؤمنين. قال له سيدي يا أمير المؤمنين أنا ما ثقيت ببشر، أنا ثقيت بيك وحلالي راح وأنا الآن مكسور خاطر وأنت تجبر بخاطري. بكى يم قبر علي بن أبي طالب، هومت عيناه نام. عالم الرؤيا جاء أمير المؤمنين قال له أنت ضيفي وأمانتك أمانتي، وإن شاء الله ما ترجع لأهلك إلا وأمانتك وياك، بس إذا تريد حقك يطلع روح لسيد هاشم الحطاب. هنا الشاهد، سيد هاشم الحطاب مرجع تقليد. سيد هاشم الحطاب ما يأكل من بيت المال، يأخذ الفاس يطلع الأطراف النجف، يحطب يجيب حطب، يبيع قوان الحطب يأكل منهن، يذب هدوم العمل، يلبس الجبة مالته، يقعد بالصحن ينطي درس للطلبة. هذا سيد هاشم. ذاك الوقت كان النجف سور وبيبان. اجى سأل قال وين سيد هاشم الحطاب؟ قال له بفلان ساعة يطلع من هاي الباب، يجي من هاي الباب يجيب. اجى وقف شاف هذا ملابسه تعبانه، مو احنا بشر، تدري ايش كثر تخدعنا المظاهر تخدعنا. مجرد نشوف انه واحد كاشخ وكاريزما وترتيب وكذا نجل غايه الاجلال. خو اذا راكب له سياره حلوه اسكت، يصير هو ايه. بينما بالمقابل تلقي لك واحد ما عنده هندامه تعبان لكن هو موج متلاطم من العلم. تكلموا تعرفوا ان المرء مخبوء تحت طي لسانه. الوادم ما تقيم على اللسان ولا على الفكر، تقيم على المظهر. هذا صاحبنا هم نفس الشيء، مخدوع. باوع شاف هذا سيد هاشم قونيتين حطب على ظهره وحاط الفاس بحزامه ونعاله مقطع اجلكم الله وهدومه مشققه. قال هذا يطلع هاي كميه المبالغ العدد شو ما عقلي ما يشيلها. راح بالليل هم بكى، هم نام يم قبر امير المؤمنين. هم امير المؤمنين قال له روح لسيد هاشم الحطاب. هم راح شاف سيد هاشم ما عجبه شكله، رجع ثالث ليله امير المؤمنين قال لو تروح لسيد هاشم الحطاب لو بعد لا تجيني ولا تشتكي يمي. الله، هذا بعد صار مجبور. وين يروح؟ 3 مرات يجيب الرؤيا قال له روح، 3 أيام 3 ليالي يجني قال له روح. يوم الثالث اجى سيد هاشم، هذا الرجل اليمني اتجلد على نفسه، قال سلام عليكم.
سيد هاشم قوانية على ظهره، قال عليكم السلام. قال عمي أنت سيد هاشم الحطاب؟ قال عمي أنت اليمني رايحات فلوسك؟ قال ايش مدري كان اليمني رايحات فلوسي؟ قال أنا صار 3 أيام يجيني جدي أمير المؤمنين يقول لي يا سيد هاشم راح يجيك واحد من اليمن رايحات فليساته وأنت ما تقبل تجيني. قال أنا هسه اجيتك. قال خلاص بعد ساعة زمن أريدك بالصحن موجود، أني المنبر مالتي بفلان مكان أريدك تقعد بصف المنبر. قال صار سيدنا. اجى سيد هاشم الحطاب صعد على المنبر. أختصر لكم، صح سيد هاشم يا ناس. طبعا قبل حكاية المرجع هم مسموعة، هسه تعرفون شو وقت نسمع حكاية المرجع؟ بس بالعيد، اي بس عيد رمضان حتى نفطر، وراها ما ندري بيش يسولف هاي مالت الله يعني. المهم جاب ربعه قالوا طلعوا لسوق التجار، خصوصا التاجر الفلاني، يقول لهم سيد هاشم عنده بحث اخلاقي بعد البحث الفقهي اللي يطيل الطلبه. اجتمعت التجار ومن جملتهم صاحبنا اللي نكر امانه اليماني. قال يا جماعه الخير، انا سيد هاشم 50 سنه قبل كان اكو واحد هنا عندنا يبيع تمر، أنا من أخلص الحطاب أمر عليه أشتري من عنده تمر يومية بقمريين 2، ومتعلم علي أنا أجي ألقي موزل لي كيس بقمريين. فد يوم من الأيام إجيت لقيته موزل لي قمريين تمر، مديت يدي لجيبي لقيت بيها قمري واحد. قلت له فلان ولو زحمة عليك اقسم هذا بالنص. قال ليش سيدنا؟ قلت له مو أنا اليوم شايل بس قمري واحد. قال أنت السيد مرجع التقليد، أنا أدور وياك دينار فليس، شنو الحكي هذا؟ أخذه وحتى لو ما تجيب لي إياه مو ضروري. قلت له لا بالله أخذ هذا من عندي القمري وباكر أجيب لك 3، 2 مال باكر وهذا اللي تطلبني إياه اليوم. قال اجيت ثاني يوم جبت 3 قمريات، وصلت يم العربانة مال التمر لقيتها معزل. قلت لهم هذا الزلمة أبو التمر وين؟ قالوا سيد هاشم هذا الزلمة طاق عمره البارحة مات. قلت لا اله الا الله، بس بيني وبين نفسي قلت لا هو براني الذمة. قال لي روح تمو هو. يقول بنفس الليلة صليت صلاة الليل ونمت. اختصر لكم بس ركزوا وياي، ليش اقول لكم شاهدي وين هنا؟ شاهدي لا تعيف حق ابن ادم برقبتك قبل لا تطلع من الدنيا. قال لهم صليت صلاة الليل ونمت في عالم الرؤيا كأن القيامة قد قامت، جابوني على الصراط والعقبات قبالي. سيد هاشم الحطاب نعم. عقبة الصلاة قالوا عبروه ما مطلوب، صوم ما مطلوب، حج، خمس، زكاة، صدقة، ما أعرف إيش، كلهن ما مطلوب، ولاية محمد وآل محمد ما مطلوب. جابوني على باب الجنة، شلت رجلي استوى أريد أدخل الجنة، طلع صوت قالوا تعال سيد هاشم مطلوب. قلت إيش مطلوب؟ قالوا مطلوب باب الأمانات، أمانة أكو عليك. قلت أنا لا مستأمني واحد ولا خاين أمانة واحد. قالوا هذا الرجال يقول أنا طلبك. طلعوا لي صاحبنا أبو التمر وأقيموا الوزن بمن؟ بشنو؟ أحسنتم، ولا شنو؟ أوف الميزان. طلع صاحبنا أبو التمر يسرق في الميزان. يقول طلعوا أبو التمر كتلة من نار. قال سيد هاشم أطلبك قمري. قلت له أنت مو بريتني الذمة؟ قال لا. قلت له منين أجيب لك هسه قمر؟ إحنا بيوم القيامة. قال تعطيني بقد حجم القمر من جسمك أبرد بيها جسمي. قلت ما أقدر، أنت كتلة من جهنم صاير. قال بكيفك، أنا لازم أخذ حقي منك. يقول فاستغثت بجدي رسول الله. اجاني رسول الله قال سيد هاشم هاي الشغله لو بينك وبين رب العالمين، بس هذا بينك وبين ابن ادم الا هو يوهبك. استغثت بجدي علي نفس الشيء، فاطمه، بالحسن، بالحسين، ماكو. كل الائمه قالوا ما لنا شغل، لو شغله بينك وبين ربك اي. احنا ابواب الى الله، لكن حق ابن ادم هذا حقه الشخصي، من حقه هو يتنازل، من حقه هو يعفي. توسلت له اعفي عني ما قبل، بالاخير قال لازم اني ابرد اصبعي بيك. يقول قلت انا لله ولا راجعون، طلعت له رجلي فخذي منه. يقول جاب صبعه خلاه برجلي، هيست النار تحولت من عنده الي. قلت يا جدي يا امير المؤمنين ساعدني. اجى جدي علي بن ابي طالب وضع يده على جرحي فبرأ الجرح، طابت رجلي. قال للنوب رجع للناس.
قال قلت لكم هاي الحادثة قبل كم سنة؟ قالوا قبل 50 سنة. بيوم القيامة صدق لو بالحلم؟ قالوا لا والله بالحلم. طلع رجله سيد هاشم قال لهم شوفوا الأثر مال الحرق مال الرؤيا لحد الآن برجلي موجود من قمر واحد. فكيف بمن سرق حقيبة من الأموال وأنكر الأمانة؟ هذا يسمع إلى دعاء، إلى صلاة، إلى زيارة، إلى حج مقبول. قام الزلمة التاجر الموعظة أثرت في نفسه، شال الجنطة والسيد هاشم دخيل الله دخيلك رجع لي ما أريدهن. محل الشاهد لا تطلع من الدنيا وأكو حق عليك. اثنين، كل عمل، هذا اللي نستلهمه من السيدة زينب باختصار، كل عمل تقرب بي إلى الله قبل كل شيء، تقرب بي إلى الله لوجه الله. اتقي الله، اعبد الله. ما اريدك تتصنع، ما اريدك تتصوف، لأنه من أفرط في عبادته، اكو بعض ناس يفرط في شكله، شكله يوحي لك خير، شكله يوحي لك هذا من ربع أمير المؤمنين، لكن بس شوية يتحرك يطلع من عنده 20 30 معاوية. اكو هيك بعض ناس مع احترامي للسامع. لا تفرط في عباده، لا تتخذ الدين ذريعة، لا تتصوف أكثر من اللازم، أدي ما عليك من الحق واترك الباقي على الله.